طبعا كميه التراب رهيبه، وانا اصلا كنت عامله بالبلاور كمان. مفيش من اسبوعين ثلاثه كده عامله بالبلاور، بس طبعا ضغط الهواء بيبقى اقوى من البلاور. اهلا بيكم متابعينا الكرام. النهارده هنشوف تكييف 2.4 حصان. الكمبريسور او الكباس زي ما بيقولوا بالبلدي قافش، او ما يعني بيشتغل ثانيه ثانيتين ويفصل، ثانيه ثانيتين ويفصل، يقعد 5 دقايق ربع 10 دقايق وبعد كده يشتغل ثانيه ثانيتين ويفصل. ده في الاغلب بتكون الكباس نفسه قفش. دي اسبابها كتير، من ضمنها ان انت طبعا عمر افتراضي، ده اول حاجه. ان انت ممكن تكون بتسيب الجهاز فترات طويله قوي ما بتشغلهوش، فالميكانيكال بارتس او الاجزاء الميكانيكيه اللي جوه الكمبريسور بتقفش. فدي يعني حلها بلدي شويه. هنشوف بقى نعمل ايه عشان نحاول نحل المشكله دي او نخلي الكمبريسور يشتغل تاني. وهنشوف الكباس الثنائي وازاي افرق ما بين الستارت والراننج والكومن والتوصيلات، وازاي اقيس الكابلات. طب واعمل ايه عشان اعكس الدوره بتاعه الروتري بتاعه الكمبريسور عشان احاول افك التعشيقه دي او اخلي الميكانيكال بارتس تشتغل تاني او كده. فيلا بينا تعالوا نشوف. زي ما انتم شايفين الكباستور هنا ثنائي. طبعا هنفك الكباستور عشان نوريكم بيتقاس ازاي بالافوميتر، ونقيس اللاين بتاع الستارت والراننج والكومن او اللي داخله على الكمبريسور اللي بتشغل الكمبريسور، ونشوف هنعمل ايه عشان نحاول نفك التعشيقه بتاعه الكمبريسور. انا هقول لكم طبعا مبدئيا الاول كده سريعا، وبعد كده هنفك اكتر وهندخل بالتفصيل اكتر على التوصيلات. الكابل الاحمر ده المفروض اللي هو اللاين اللي هو بالبلدي الكهرباء. تمام، احنا بنقول عليه يعني بالبلدي كده. الناس بتقول لك ايه، تقيس بمفك التيست كده تلاقي ده بينور، يبقى ده الكهرباء. النيوترال اللي هو بيتقال عليه بالبلدي الارضي او الفردة الارضي. تمام، فاللاين ده بيبقى داخل على الكمبريسور مباشرة، اللي هو اللاين الاحمر ده او السلك الاحمر. والارضي اللي هي التانية دي نيوترال بتبقى داخلة مع فردة الراننج بتاعت الكمبريسور. والفردة التالتة دي اللي هي بتاعت الستارت بتبقى داخلة على الكمبريسور. تمام، فالنيوترال بيبقى داخل هو مع الراننج. طب هنعرف بقى احنا نفرق ازاي الحاجات دي عن بعضها، ونعمل ايه عشان نعرف هي دي كذا ولا دي كذا، نعرفها ازاي. وهنشغله على الساوند او مقاومة بالصوت، اتأكد ان هو شغال. سامعين الصوت؟ احنا عايزين بس نتأكد ان المشكلة مش في الكاباستور او مش في السلوك اللي طالعة من الكمبريسور للكاباستور. فبنتشيك فردة نتأكد ان هي سليمة. تمام، هنشرح طبعا بعد كده بالتفصيل. احنا قلنا ده النيوترال، زوم هنا كده. اي كومبريسور بيبقى مكتوب على القب بتاعه فين الستارت وفين الراننج وفين الكومن. هما كاتبين هنا يعني مثالية كده باينة الستارت، وهنا سي اللي هو الكومن، وهنا الار اللي هو الراننج. تمام، هنفك القب ده
بس طبعا احنا هنوريكم ازاي تفرق ما بين ده وما بين ده حتى لو القاب ده مش موجود. برضو بيبقى فيه تحت كاوتشة هما بيبقوا كاتبين عليها. احنا طبعا فكينا الاسلاك، هنفك كمان اللاين عشان نقيس ان الاسلاك مظبوطة وسليمة. هناخد الفردة الحمراء اللي كانت راكبة في الكومن او في السي، نحط فردة هنا، الفردة التانية هنا. نحاول نشوف القراية، هحاول احطه لكم هنا بس كده عشان تشوفوا معانا. تمام، قاري 8/10 اوم، يبقى الخط ده سليم. ناخد الفردة الابيض برضو، هنحط نود هنا والنود التاني الناحية التانية. تمام، 8/10. اخر فردة الازرق، نحط برضو واحدة هنا والتانية هنا. 8/10. تمام، نيجي بقى نقيس جوه. اول حاجة هنقيس دي، احنا من غير بقى ما نعرف الارقام الرموز اللي مكتوبة، عشان لو الرموز دي مش مكتوبة عندك هنقيس دي مثلا مع دي. ده مدي 4.9، 4.8، 4.9. تمام، بعد كده نقيس دي مع دي، الترميلة دي مع دي. تلاتة وسبعة من عشرة. وبعد كده هنقيس دي مع دي. واحد وتسعة من عشرة. معروف ان اكبر مقاومة بتكون ما بين الاس والار، فانا عندي هنا دي كانت 5.9 لما قسنا الاتنين دول، ودي كانت اكبر مقاومة، فمعناها ان واحدة فيهم الاس وواحدة فيهم الار، يبقى الفردة التالتة هي السي او الكومن. تمام، اللي بيدخل عليها اللاين الكهرباء مباشر. طيب فاضل بقى ان احنا نعرف انهي واحدة فيهم الار وانهي واحدة فيهم الاس. برضو معروف ان ما بين الكومن والار بتكون اقل مقاومة، ودي اقل واحدة قسناها كانت 1.7. احنا قلنا ان ده السي يبقى ده الار عشان ده اقل مقاومة معاه. تمام. طيب نيجي بقى نوصل دايركت ونشوف هنعمل ايه عشان نحاول نعكس دورة الكباس او الكمبريسور. لما هنعكس دورته يعني مع التخبيط عليه من الجنبين كده ان شاء الله باذن الله يفك. هو طبعا مش اكيد، بس يعني هي محاولات وان شاء الله خير يعني. فلو ما فكش بالطريقه دي بيبقى للاسف الكباس باظ ولازم يتغير. طبعا اللي احنا هنعمله ده يعني المفروض بتران او بتشغل الكباس لمده 4-5 ثواني بالظبط، مش اكتر من كده، ما تطولش عن كده يعني.
لمدة 3 مرات، يعني بمعنى ان انا هشغل 4-5 ثواني وافصل، استنى 5 دقايق، وبعد كده اكرر الحركة تاني 4-5 ثواني وافصل 3 مرات بس. ما اشتغلش الكباس بعدها، يبقى للأسف كده محتاج ان احنا نغير الكمبريسور. تمام. فانت ممكن توصل يعني تخلي التوصيلات زي ما هي على التيرمينال بتاع البوردة نفسها اللي جاي من الكنترول، بس هيبقى في كهرباء راجع ممكن تتكهرب او كده، فيعني خلينا موصل مباشر على الكباس عشان نشغل الكباس مباشر. طبعا احنا عندنا روزيتات بس يعني احنا عشان نقتصر الموضوع، ده اللاين الكهرباء. افتح كده المفتاح ثواني. تمام. وده النيوترال او اللي بيتقال عليه ارضي. تمام. يبقى الاخضر هو اللاين الكهرباء. اطفي. هنجيب بقى المكثف الثنائي. فردتين دول زي بعض، يعني انا اركب الاس في واحده والار في واحده، يعني كده، او اقلبهم عادي مش هتفرق، ده في الثنائي. تمام. احنا قلنا الاس اللي هو الابيض، تمام، والرننج الار هو الازرق. اوكي. عايزين بقى ندخل النيوترال اللي هي، طبعا انا لو شغلت كده الكباس مش هيشتغل برضو، او الكمبريسور مش هيشتغل، لازم اوصل الار دي مع الار مع الرننج اللي هو الازرق. تمام. فهجيب بس سلك بروزيتا. اوكي. قلنا الار. تمام. هنحط معاه نيوترال في الناحية التانية. اوكي. هنحط دي هنا افضل، التيرمينال اللي واخد حرف ال افضل، وهوصل هنا النيوترال او الارضي. طبعا بترامل يكون افضل. تمام. التوصيله كده اوكي. طيب لو مكثف ثلاثي، طبعا مكثفات من 1.5 2.25 حصان بتجيب مكثف 35. المكثف الثلاثي بيبقى فيه 3 فرد. احنا قلنا هنا تجيب الاس هنا والار هنا مش مشكله، اهم حاجه ان النيوترال يبقى راكب في نفس الرد بتاع الرننج. اما هنا بقى
اللي هي مكتوب عليها فان دي مالناش دعوه بيها، دي بنركنها خالص مالناش دعوه بيها. تمام. السي اللي هو الترامل دي اللي مكتوب قدامها سي باينه كده في الفيديو اهي سي. تعالى في الاضاءه كده. الفان دي مالناش دعوه بيها، الكلام ده لو انت بتاخد على مروحه. تمام. التكييف ده لا، المروحه داخله دايركت على ريلي، فاحنا مش هناخد دي خالص، مش هنستخدمها، عشان كده مركبين له مكثف ثنائي. السي هنحط فيه الازرق اللي هو الرننج مع النيوترال، والابيض اللي هو الاس بتاع الستارت هنحطه فيه الهيرم او في الفرده الثانيه دي. تمام كده، ما هتلاقي مكتوب عليها هيرم، يعني توصيلته تبقى كده. اوريهولكوا برضو بالمره. النيوترال والرننج في السي، والاس هيبقى في الهيرم. دي كده توصيلة الثلاثي، والفان ده فاضي ملناش دعوة بيه. اوكي. طيب دي التوصيلة الديفولت بتاعت الكمبريسور اللي بتخليه مثلا يلف الروتري من مثلا كده مثلا، فهو قافش كده. انا عايز اعكس دوران الكباس سواء بقى هو بيستون او روتري، بحيث ان هو بدل ما يلف كده يلف كده. ففك التعشيقه مع التخبيط من الجناب ممكن يعني احتمال كبير ان التعشيقه او القفشه اللي فيه دي تفك. يبقى برضو ايه، عملنا محاوله قبل ما اتكلف ان انا اروح اشتري كومبريسور ب 2000 ولا ب 2000 ونص. فبنعمل ايه؟ نوصل التوصيلات تاني. احنا قلنا الستارت هنا، وده الرننج، وده النيوترال. كده هيلف اللف او هيعمل الكبس او الضاغط الطريقه الديفولت كده مثلا، فرضا ان هو من اليمين للشمال مثلا. عشان اعكس الدوره باخد النيوترال اللي هو الارضي بتاع الكهرباء، بحطه مع الستارت، بس هشغل الكباس لمده 5 ثواني او 4 ثواني. اعد على ايديا 1 2 3 4 5 واطفي، واستنى 5 دقايق واشغل تاني. طبعا وانا بشغل 1 2 3 4 5 دقايق بخبط على الكباس بأجنة كبيرة من الجناب، هنوريكم برضو دلوقتي في الفيديو، ولعل وعسى ان هي ايه تتحل المشكلة. بنعمل الموضوع ده 2 3 وبعد كده ما بنكرروش تاني. تمام. نرجع بقى نحط النيوترال مع الرننج ونصبر عليه 15 دقايق ونشغل ونشوف يشتغل ولا ما اشتغلش. فده الديفولت. احنا هنفتح بس الاول المفتاح نوريكم القفشه اللي في الكباس، وبعد كده نعمل اللي احنا اتفقنا عليه. طبعا يعني انتوا عارفين ان المكثفات دي بيبقى فيها شحنه. الافضل ان انت تلبس جوانتي قماش عشان تأمن نفسك برضو. شغل كده، ارفع، اقفل، قافش اهو. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هناخد النيوترال ده نحاول نوصله مع الستارت، هوريكم برضو ازاي، وبعد كده نحاول ندق على الكمبريسور. كده انا حطيت النيوترال مع الستارت بدل الرننج. 4 ثواني ونطفي. 1 2 اطفي. تمام. انا كده قلبت دورة الكمبريسور. هفرغ شحنة الكمبريسور عشان ما تكهربش. دلوقتي هنفك الوش عشان نملك بس ندق على الكباس،
ونشغل وندق بالاجنه كده وربنا ييسر الحال ان شاء الله. في حته انا نسيت برضه اقولها المره اللي فاتت. طبعا احنا عايزين نقيس الامبير اللي الكباس او التكييف بيسحبه، فهنجيب الافوميتر على الامبير ونحط الكلامب على اللاين الكهرباء اللي هو اللاين مش النيوترال. تمام كده. حاول بقى نحطه لكم في حته برضه يبقى باين كده، القرايه باينه. طبعا الكباس لما يبقى ساحب امبير 15 20 30 امبير معناها ان هو قافش. المفروض الطبيعي من غير فريون كده يبقى 2.5 امبير 3 امبير، بيبقى في الرينج ده. فبرضو عشان نوريكم الخطوات بالظبط تاني، بجيب الافوميتر على الامبير وبحط الكلامب على اللاين اللي هو داخل على السي، اللاين التيار الكهرباء مش النيوترال. اوكي، ارفع كده 5 ثواني واطفي. بسم الله. هنعمل مرة كمان وبعد كده هنعدل النيوترال على الرننج تاني بدل الستارت، وربنا ييسر نأمل ان هو يشتغل بإذن الله. طبعا قراية الأمبير المرة اللي فاتت كان قاري 24 25، فدي المرة التالتة كده. عدى 5 دقايق. اوكي كده. بسم الله. برضو كان قاري 24. هنرجع بقى النيوترال بتاع الكمبريسور مع الرننج بدل الستارت. خمس دقايق 10 دقايق كده ونشغل وربنا ييسر، يا يكبس تاني يا يا خلاص بقى يبقى نغير كباس. اهم حاجه يعني نتمنى ان كل المعلومات اللي احنا قلناها دي حد يستفيد بيها. وطبعا برضو لو انت ما عندكش الخبره الفنيه برضو احاول تروح لفني صيانه افضل، او تخلي فني صيانه هو اللي يعمل الاجراءات دي. ونتمنى ان هو يساعد كل المشاهدين، يعني الفيديو ينال اعجابكم ويساعد كل المشاهدين. ولو في حد عنده طريقة افضل لفك تعشية الكمبريسور يكتب لنا في الكومنتات برضو. ولو حد عنده اسئلة يكتبها في الكومنتات وهنرد على الاسئلة في اسرع وقت ان شاء الله. تمام، احنا كده رجعنا النيوترال مع الرننج بدل الستارت اللي هي الديفولت بتاع التوصيل. تمام، وهنجرب وربنا ييسر الحال ان شاء الله. انا جايب ورقه كده عشان نشوف ثواني بس كده. ارفع كده. بسم الله. خلاص افصل. هو للاسف هو لسه قافش، يعني للاسف احنا كده هنضطر نغير الكمبريسور.
طبعا زي ما شفنا كان الكباس قافش، وحاولنا نفك القفشه اللي فيه ما نفعتش، فجينا بقى نجيب كباس. طبعا هتلاقوا كباسات بقى، في كباسات 2.25 صيني وفي LG تايواني. طبعا ال LG افضل بكتير جدا من الكباسات الصينيه يعني. طبعا هنجرب الكباس قبل ما نركبه. زي ما شفنا في اول فيديو هتوصل الكهرباء على الكومن والكباستور ستارت وراننج، والراننج ياخد النيوترال او الارضي زي ما بيقولوا. ثلاجة باب واحد؟ هي مش ثلاجة، هي شيلر. شيلر؟ هو قال لنا عايز نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام. شمال المؤسسة التجارية. شمال المؤسسة التجارية. في كلمتين ما فيش طبعا. مفيش حاجة غير المؤسسة التجارية اللي باين عليها. لا فرق عليكم السلام. طب انا جاي فين دي؟ قدام كده. في الشارع؟ لمس هنا. كام يا باشا؟ 25. ماشي اتفضل. مشروع 25. مكتوبين بقبله كان ايه؟ بسم الله. على الكاميرا هو المفروض على الكاميرا. بسم الله. تمام الله ينور. عندنا عكس الدورة برضو كان قافش، ده بيبقى اسمه سولونويد، بيبقى مكتوب عليه او متعرف عليه عكس دورة او هيت بامب. ده هتلاقوه فرنش. تمام زي ما قلنا في اول الفيديو كده كباس، وجبنا ال LG تايواني، ومعانا الباشمهندس محمد راجل يعني فوق الوصف، هيفك لنا الكباس القديم ونركب الكباس الجديد ان شاء الله. ده الكباس القديم كده بعد ما اتفك. طبعا يعني فرصة ان انت فاكك الوحدة الخارجية وفاكك كل حاجة تنظف، لان المفروض اصلا الوحدة الداخلية تتنظف كل سنة، الوحدة الخارجية بتتنظف كل سنتين 3 بالكتير قوي من التراب والشوائب اللي فيها دي. تمام، فهننظف الوحدة ونكمل. طبعا كمية التراب رهيبة، وانا اصلا كنت عامله بالبلاور كمان، مفيش من اسبوعين 3 كده عامله بالبلاور، بس طبعا ضغط الهواء بيبقى اقوى من البلاور. هنكمل تنظيف الوحدة ونرجع ناخد
الحته دي بس بتاعت الميه شغال. كده ركبنا الكباس الجديد. باشمهندس محمد ظبط لنا الكباس هيلحم لنا اهو. ده شكل السربنتينة والوحدة بعد التنظيف. جهاز جديد. طبعا لازم الكباس يتجرب قبل اللحام عشان لا قدر الله لو في اي مشكلة تعرف ترجعه. شغال زي الفل. بسم الله ما شاء الله. وهنا ركبنا الكباس وجربناه. هنلحم ونقفل وخلاص كده. نتمنى ان يكون المعلومات فادتكم، ولو في اي حد عنده اي اسئله يسيبها لنا في الكومنتات وهنرد عليكم في اسرع وقت. لو في حد عنده اقتراح افضل من دون لفك تعشيقه الكمبريسور برضو يكتبها لنا في الكومنتات، واحنا بنقرا كل الكومنتات وبنقدر اي معلومه مفيده تفيد الجميع ان شاء الله. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ونشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد وتصليح حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله.